في مكان في حلوان فيه باب بيتفتح كل يوم الساعة 1:43. محدش عارف مين بيفتحه ولا مين اللي بيطلع منه. مكان المفروض بيحفظ الجثث لكنه بيرجعها. ناس اشتغلت فيه وناس اختفت وناس اتنسخت. اللي هحكيه النهاردة مش قصة رعب ولا قصة خيال، دي حكاية مشرحة حلوان، واللي جوه التلاجة رقم 6 مش ميت. أنا مستر مطروح، ودي قصة اللي هتخليك تبص للمراية مرتين بعد ما الفيديو يخلص. كان في بيت في شارع جانبي صغير جنب مستشفى حلوان العام. البيت ده دايما منور حتى بالنهار، والنور اللي فيه مش كهربا، ده نور أبيض بارد عامل زي لون الجلد بعد ما يتبرد في التلج. البيت ده هو المشرحة. الناس كانت بتسميه زمان مخزن الجثث، بس اللي اشتغلوا جوه ما كانوش بيقولوا الاسم ده أبدا، كانوا بيقولوا عليه الحفرة، علشان فعليا هو قبو تحت الأرض، وأي حد ينزل فيه لازم يسيب موبايله فوق ويلبس بلطو أبيض ويحط سدادة في ودانه لو كان قلبه ضعيف. أنا اسمي رائف، 26 سنة، خريج كلية علوم قسم تشريح، مش لاقي شغل في مجالي، لحد ما في مرة صاحبي قال لي في وظيفة فاضية في مشرحة حلوان بس الشغل بالليل. قلت له مشرحة؟ أنا محبش الدم ومش شغل الطب الشرعي. ضحك وقال لي مش هتمسك سكينة ولا هتشوف جثة بتتشرح، كل اللي هتعمله تمسح تنظف وتوقع في الدفاتر إن الجثة دخلت واتخزنت، بس خلي بالك الشغل بالليل من 7 لحد 7 الصبح. أنا كنت محتاج فلوس ومشيت وراه. دخلت من باب المشرحة الخلفي، استقبلني واحد اسمه الحاج حنفي، راجل عجوز باين عليه إنه شاف حاجات ما ينفعش تتحكى. قال لي أول ما شافني اسمع يا واد، الشغل هنا ما بيستحملش الهزار، لو سمعت أي صوت ما تردش، ولو الباب خبط لوحده ما تفتحش، ولو لقيت النور طفى استنى وهيولع لوحده. قلت له حضرتك بتهزر؟ قال لي وهو بيبصلي بعين واحدة هتعرف، بس ساعتها هيكون فات أوان الهزار. ضحكت بتهكم بس حسيت بدني بيتقفل. دخلت أوضة الاستراحة وسايب باب الأبو مفتوح شوية عشان أراقب. نزل الحاج حنفي الأبو، ولما طول حسيت بفضول، رحت على فتحة الأبو وبصيت لتحت، لقيت التلاجات صفوف وجثة واحدة منهم كانت مفتوحة عينيها. قفلت الباب بسرعة وقلت في نفسي اوه ده شكلها هتبقى ليلة طويلة. وانا قاعد بكتب في دفتر الدخول سمعت صوت زنة واطية زي ما تكون جاية من تحت الأرض. قربت من الأبو، فتحت الباب، لقيت النور طافي وسمعت صوت خطوات، بس مش خطوات حد لابس جزمة، صوت حافي بس تقيل، كل دبدبة كأنها جاية من 3 متر تحت الأرض. قلت أكيد الحاج حنفي بيهزر. نزلت سلمة 2 3، لقيت بصمة إيد على الحيطة بس مش بصمة كاملة، نص صباع مش موجود وفي دم طازة حوالين العلامة. لما وصلت عند أول تلاجة لقيت التلاجة رقم 6 مفتوحة شبر. قربت أقفلها بس الباب زق نفسه بالعافية وفتح زيادة. جواها جثة راجل أصلع، جلده باين عليه إنه مات بقاله فترة، بس عينيه كانت بتبصلي، مش مفتوحة، لأ بتبصلي. كنت هجري بس رجلي معرفتش تتحرك، وخرج صوت خشن جدا كأن حنجرة بتتفتح أول مرة من سنين. رجع الورقة. تاني يوم الصبح وانا خارج لقيت في جيبي ورقة صغيرة مطوية، مش انا اللي حطيتها. فتحتها لقيت مكتوب ملف 18 ممنوع الايداع، خطأ في الهوية، رجعوه قبل ما يصحى، نفس الرقم اللي على تلاجة الجثة. رجعت للحاج حنفي وسألته يعني ايه الملف ده؟ مردش بس وشه اتبدل وقال انت فتحت التلاجة؟ قلت له هي كانت مفتوحة شبر بس. مسك دراعي وقال لي ده مش ملف، ده حكم بالإعدام ليك لو ما رجعتوش مكانه. رجعت تاني بس كنت قلقان أكتر. الساعة 3:13 صباحا المشرحة كلها ولعت نور أحمر، مش نور طوارئ، لأ نور كأنه جاي من تحت الأرض. الأبو فتح لوحده وسمعت نفس الصوت، رجع الورقة وإلا هنرجعك انت. اكتشاف خطير. نزلت الأبو وأنا مرتعش، فتحت التلاجة، مفيش جثة، بس الورقة كانت محطوطة على الرف وتحتها في ملف متبهدل في صورة الراجل اللي شفته، ومكتوب تحتها غير معروف، تم الإرسال من سجن طرة بالخطأ، ميت إكلينيكيا يمنع حفظه. لقيت كمان ملفات تانية بنفس اللون، كلهم جثث مش معروف أصحابها، بس في الآخر مكتوب مراقب من الكيان 6، لا يجوز التبريد. أنا دلوقتي مشيت من الشغل بس الحكاية ما خلصتش. كل يوم الساعة 1:43 باب شقتي بيخبط،
ولما بص من العين السحرية بلاقي واحد أصلع واقف حافي ومعاها الورقة نفسها. مشيت من المشرحة يومها، لكن الحقيقة إن المشرحة ما بتمشيش من دماغك، وخصوصا لما تفضل تسمع نفس الصوت كل يوم الساعة 1:43 بالظبط. باب القبو بيفتح لوحده، النور بيطفي دقيقة، وتسمع صوت جثة بتتنفس. أنا رجعت مش بإرادتي، رجعت علشان أعرف إيه هو كيان رقم 6 وإيه الورق اللي مكتوب عليه لا يجوز التبريد. رجعت علشان أسأل الحاج حنفي، بس لما وصلت لقيت قفل جديد على الباب، وسمعت صوت من جوه بيقول: المشرحة مقفولة الليلة، خرجنا جثة بالخطأ. خرجنا جثة؟ يعني ايه؟ الجثث مش بتخرج، الجثث بتموت وتفضل مكانها. إلا هنا. تاني يوم الساعة 7 مساء كنت عند الباب، دخلت، بس الحاج حنفي ما كانش هناك. كان في واحد تاني اسمه الشيخ عوض، راجل صعيدي ساكت، عينه مليانة سواد. بس أول ما شافني قال لي من غير ما أسأل: هو صحى؟ قلت له: هو مين؟ قال لي: كيان 6، الجثة اللي ما ينفعش تتركن في تلاجة ولا يتقفل عليها باب. قعد على الكرسي، طلع دفتر قديم فتحه عند صفحة فيها ورقة صفرة مكتوب عليها بخط إيد غريب: الكيان رقم 6 تم استلامه من جهة غير معلومة، وضع بملف رقم 18 عن طريق الخطأ، لا يتعرف عليه البشر، يستيقظ إذا تم تجاهله، يجب عدم النظر في عينيه. سألته: انتوا جبتوا الجثة دي منين؟ رد وهو بيقلب الصفحة: الجثة دي ما جيناش بيها، الجثة هي اللي جت لوحدها. نزلت القبو لوحدي، الأنوار كانت خافتة، والتلاجات بتصدر صوت طقطقة غريب، كأن حد جوه بيخبط بإيده، مش بخوف، لا، بخطة منتظمة. وصلت للتلاجة رقم 6، لقيتها مفتوحة. جسم الجثة مش موجود، بس كان في آثار تراب على الأرض، وتراب داخل المروحة، وتراب طالع من تحت الباب الخلفي اللي المفروض ما بيتفتحش أبدا. فتحت الباب بهدوء. ورا الباب كان في ممر ضيق، أنا عمري ما شفته قبل كده، مع إنه جوه المشرحة اللي اشتغلت فيها أسبوعين. الممر فيه مصابيح سقف متعلقة بالسلاسل، والنور بيهتز، والحيطان عليها علامات غريبة، رموز مش عربية ولا إنجليزي، وحاجة كانت مكتوبة بالدم: اللي بيبص ورا بيرجع ناقص. في نهاية الممر كان في باب معدني متصبي مفتوح نص فتحة. كنت سامع نفس الصوت، التنفس التقيل، بس المرة دي كان فيه همهمة زي آيات دينية، بس بالعكس. قربت، رحت أطفي كشاف الموبايل، بس موبايلك بيتجمد والبطارية بتسخن. أول ما قربت من الباب، الباب اتفتح لوحده بالكامل، وكان وراه جثة راجل قاعد على كرسي، بس جسمه كان متكلس متجمد، بس عينه مفتوحة بتتحرك. أيوة، العين كانت بتتحرك ناحيتي. أنا واقف بس جسمي مش بيتحرك. المكان كله برد فجأة، صوت ضربات قلبي بقى عالي لدرجة إنه غطى على أي صوت تاني. وفجأة الجثة قالت بصوت واطي جدا كلمة واحدة: رجعني. قلت له: فين؟ رد، بس مش بصوت، بإيده. إيده أشارت على تلاجة رقم 6. رجعت الجثة بصعوبة، الباب قفل لوحده والنور رجع طبيعي. بس وانا طالع لقيت الشيخ عوض واقف فوق السلم بيبصلي وقال لي: ما تفتكرش انك خلصت، انت دلوقتي جزء من التلاجات، انت اللي بترجع، لكن اللي بيصحى ما بيرجعش تاني. تاني يوم رجعت بدري وقعدت افتش في دفتر الجثث، لقيت حاجة غريبة، في اسماء مكررة، نفس الاسم دخل المشرحة 3 مرات بأكتر من تاريخ وفاة، وسطر مكتوب تحت الصفحة: ملف رقم 6 بيستدعي اللي يشبهه. أنا دلوقتي محبوس في المشرحة، مش بالمعنى الحرفي، بس كل ليلة بتعدي بحس إني ببقى أقل بني أدمية. مبارح بصيت في المراية ما لقيتش انعكاسي. كان لازم أعرف كل حاجة، أنا مش قادر أنام، مش قادر أكل، والمراية بقت عدوي. كل يوم ببص فيها بلاقي حاجة ناقصة، مرة ودني مش باينة، مرة ضفري مش موجود. وفي يوم بصيت لقيت نفسي واقف ورايا، الحاج حنفي اختفى، والشيخ عوض ما بقاش بيتكلم، والمشرحة بقت بتتنفس لوحدها. أيوة،
بتتنفس. كل يوم الساعة 1:43 النور يطفي والهوا يسخن والصمت يبقى له صوت. بس اللي حصل الليلة كان آخر حاجة. وصلت بدري عن المعتاد الساعة 6:15 ودخلت القبو، والأول مرة لقيت كل التلاجات مفتوحة، مش باب ولا اتنين، كلهم. بس مفيش ولا جثة. بس في ورقة كبيرة على الحيطة مكتوب عليها بخط كبير: اللي اتدفنوا غلط بيرجعوا يدوروا على اللي دفنهم. رجعت الورقة بالعافية، بس وراها كان في باب. باب أنا عمري ما شفته قبل كده في المشرحة. المشرحة كانت فيها 3 أبواب تحت: 1 غرفة التبريد، 2 غرفة الملفات، 3 باب الطوارئ اللي محدش بيفتحه. بس ده باب رابع وراه درج طويل وبيفضل ينزل، وكل ما تنزل الهوا يبقى أتقل والنور يقل، وصوت من وراك بيقول: بتدور ليه؟ مش كنت كويس كده؟ نزلت، وصلت المكان واسع جدا فاضي إلا من ترابيزة كبيرة عليها الملف رقم 6 مفتوح. في صور جثث، بس مش أي جثث، صورتي وأنا نايم في التلاجة. بس الصور متكررة 1 و2 و3 لحد رقم 13. كل صورة مكتوب تحتها تاريخ وفاة مختلف، بس نفس الاسم: رائف عبد الجواد، متوفى أثناء الخدمة. أنا متوفي؟ أنا حي مش كده؟ وفجأة النور اتحول أحمر وكيان رقم 6 ظهر. مش بيمشي، بيزحف زي ما يكون ظله بيسحبه مش رجله. قرب مني وبصلي، ومرة تانية قال: رجع الورقة. قلتله: رجعتها وسجنتني في الكابوس ده. قرب أكتر وحط إيده على صدري، بس ما حسيتش بلمسة، حسيت بإيدي أنا بتغوص جوه جلدي. وبصوت باين كأنه طالع من جوايا قال: انت اللي دخلت وانت اللي اخترت. كلنا كنا ملفات، بس انت بقيت جزء من التلاجات. بصيت حواليا لقيت كل صور الجثث هم مش صورتي انا بس، هم نسخ مختلفة مني. في كل مرة كنت بقرر ارجع كنت بموت في عالم تاني. المشرحة مش مكان، المشرحة بوابة. والتلاجة رقم 6 مش بتخزن، بتنسخ. وكل نسخة بتفضل حية بس بره الجسد. أنا كنت بتكرر، وكل مرة أرجع فيها الجثة اللي جوه التلاجة ما بتموتش، أنا اللي بموت. بصيت للكيان وقلت له: لو رجعتك هخلص. رد: لا، بس هتثبت إنك آخر واحد. رجعته التلاجة، قفلت الباب ورجعت فوق. الساعة كانت 7 الصبح. الشيخ عوض واقف وابتسم لأول مرة وقال لي: دلوقتي بقيت واحد مننا. قلت له: يعني إيه؟ قال: يعني انت الحارس الجديد لتلاجة رقم 6. احنا بنختفي وانت بتبدأ. دلوقتي انا بكتب الكلام ده من اوضة الاستراحة، نفس المكان اللي بدأت فيه اول ليلة. كل حاجة طبيعية الا حاجة واحدة: انا ما بنعس. من يوم ما رجعت له عينيا مفتوحة طول الوقت وبسمع التلاجة بتنادي باسمي.